كده إنك محبوس في سجن، بس سجن غريب شوية. الحيطان بتاعته مبطنة حرير، السرير مريح جدا، التكييف شغال، وفي شاشة ضخمة بتعرض لك كل المسلسلات اللي بتحبها، والأكل بيجيلك لحد عندك. سجن ملوش لا حراس ولا كلاب حراسة، والباب بتاعه مفتوح على مصراعيه. بس الغريب بقى إنك مش عايز تخرج. عارف السجن ده اسمه إيه؟ اسمه منطقة الراحة. في فيديو النهاردة هنكشف أكبر خدعة عقلك بيضحك بيها عليك كل يوم، الخدعة اللي مخلياك محلك سر بقالك سنين، وهنحط خطة الهروب الأكبر من السجن ده. انت فاكر إنك حر؟ الحقيقة إن عقلك الباطن شغال زي حارس أمن كسول جدا، مهمته الوحيدة في الحياة إنه يوفر طاقتك ويحميك من أي خطر مجهول. بالنسبة لعقلك أي حاجة جديدة هي خطر. عايز تبدأ مشروع جديد؟ خطر، خليك في وظيفتك الآمنة. عايز تنزل الجيم؟ خطر، المجهود هيتعبك، خليك على الكنبة. عايز تتعلم مهارة جديدة؟ خطر، ممكن تفشل ويبقى شكلك وحش، افتح تيك توك أحسن. عقلك بيخدرك بجرعات يومية من الدوبامين الرخيص عشان تفضل قاعد في زنزانتك راضي ومبسوط، لحد ما تكتشف فجأة إن عمرك اتسرق منك وإنت لسه في نفس المكان. المشكلة في منطقة الراحة إنها مريحة في الأول بس، لكن فاتورتها بتدفعها قدام من روحك وطموحك. انت مش عايش، انت حرفياً بتعمل بقاء على قيد الحياة. الأيام بتشبه بعضها، مفيش إنجاز، مفيش قصة ترويها، ومفيش أي تطور. السمكة اللي بتفضل في حوض صغير حجمها بيفضل صغير، لكن لو رميتها في البحر بتكبر وتتوحش. انت كمان حابس قدراتك في حوض سمك صغير ومقتنع إن ده آخرك. عشان تهرب من السجن ده مش محتاج معجزة، محتاج شجاعة لحظية. نفذ ال3 خطوات دول واكسر الباب. قاعدة ال5 ثواني. عقلك بياخد بالظبط 5 ثواني عشان يقنعك تتراجع عن أي قرار إيجابي. أول ما تجيلك فكرة إنك تقوم تذاكر، تلعب رياضة، أو تبدأ شغل، عد تنازلي. 5 4 3 2 1 وقوم نط فوراً. ما تديش فرصة لحارس السجن إنه يصحى ويطلع لك مبررات. الخطوة التانية، صدمة النظام. عشان تفوق لازم تصدم جسمك وعقلك بحاجة بره الروتين. ابدأ يومك بدش ساقع، اقفل موبايلك 3 ساعات في اليوم، امشي من طريق جديد، كلم شخص ما تعرفوش. الصدمات الصغيرة دي بتعمل إعادة ضبط لعقلك وبتكسر حاجز الخوف من المجهول. الخطوة التالتة، احرق المراكب. طارق بن زياد لما دخل الأندلس أمر بحرق السفن وقال لجنوده: العدو أمامكم والبحر خلفكم. اعمل كده في حياتك، اقطع خطوط الرجعة للكسل، الغي اشتراك نتفليكس، امسح الألعاب من موبايلك، ادفع اشتراك الجيم مقدم لمدة 6 شهور عشان تستخسر الفلوس وتنزل. حط نفسك في موقف لازم أنجح، مفيش أوبشن تاني. في الخلاصة يا بطل، بره منطقة الراحة دي موجودة كل أحلامك وكل الفلوس اللي عايز تعملها، والنسخة الأقوى والأنجح منك. وجع إنك تتعب وتحاول أهون مليون مرة من وجع الندم لما تبص في المراية بعد 10 سنين وتلاقي إنك ما عملتش أي حاجة تفتخر بيها. اكسر سجن الحرير، الباب أصلا مفتوح، مستني إيه؟ سلام.